حماتي اللي منها لله ربنا ينتقم منها يا رب شتمتني بأفظع الألفاظ اللي تيجي على بالكم ليه وليه ان انا تعبانة وعندي ميكروب في بطني. ورحت لها بقول لها انا تعبانة جايلك بالعافية. قالت لي جايالي بالعافية جايالي بالعافية ليه؟ قلت لها لقيتها عمالة تزعق لي وتقول لي ايه اللي جابلك يا حبيبتي قومي روحي يلا باسلوب زي الزفت. بقول لها انا بقول لك انا تعبانه وجايه اقعد في وسطكم تقولي لي روحي. راحت مسكاني مزعقالي وقلت لها انت بتزعقي لي كده ليه؟ راحت قالت لي انت جايه وناويه تتخانقي عشان تروحي تنامي في شقتك. وقالت لفظ مش كويس. بقول لها انا لو عاوزه ما كنتش عاوزه اجي كنت هاجي ليه؟ راحت قايله لي وقالت لي قامت لي هي كانت قاعده قامت لي وقايله لي يلا يا ربايه وسخه يا اللي ما انتش متربيه و... يعني وكرشتني ونزلت ورايا لحد تحت وسمعت الجيران وقالت لي يا فجرة يا بنت مش عارفة ايه يا سافلة يا بنت السافلة يا مجرمة كده. فقالت ألفاظ كبيرة جدا وكتيرة جدا ويعني بدون ذكر ألفاظ مش كويسة. كل ده شتمتهولي وانا سكت وخدت بعضي بعيط وروحت شقتي. دلوقتي عمالة تتبلى عليا وتقول ان انا اللي شتمتها الاول. قلت لها يلي ان انا اللي شتمتها الاول وقلت لها هي اللي ربيتك وسخ وانا والله العظيم ما قلت حاجة. والله وحياة ابني ما اتكلمت. انا دلوقتي مش عارفة ابرر نفسي او ابرأ نفسي ازاي هي بتتبلى عليا عشان ما تطلعش نفسها غلطانة. وانا مش عارفة اعمل ايه عشان كله مصدقها وانا ماليش حد يدافع عني ولا اخوات ولا اب وامي ست غلبانة. وجوزي كل اللي عمله قال لي روحي وخلاص على كده. وهي راحت رن على امي تقول لها بنتك رباية وسخة وانا هخلي ابني يجيب لي حقي منها. فامي بتقول لها هتطلقيها؟ قالت لها اما اشوف انا هعمل ايه. يعني ايه انا هعمل ايه؟ انا خايفة جدا والله العظيم يا جماعة ما شتمتهاش وشايلاها على كفوف الراحة كل ده عشان بقول لها انا تعبانة. فبالله عليكم قولولي انا اعمل ايه؟ انا شايلاها على كفوف الراحة. يعني قولولي ابرأ نفسي ازاي من كذبها انا ازاي؟ كسبها ازاي؟ انا خايفة جوزي بيجي عليا وانا معايا عيل عنده سنتين ونسيت اقول لكم في وسط العركة ابني بيعيط خايف من زعقها. راحت قرشاه وقالت له مش شغور معاها. انا مش عاوزاكم بس تقولولي اعمل ايه. انا عشان نفسيتي زي الزفت ومش عارفة اكل ولا اشرب وتعبانة اصلا. تعديل يا جماعة دلوقتي الناس اللي سمعوها بتشتمني هم كمان شهدوا ضده قالوا ما سمعناش حاجة اللي هم سلايفة. ودلوقتي حماية رن عليا وهزقني ويقول لي انتي دخلتي بيتنا ازاي وانتي كده. وحماتها مصممة ان شتمتها بيقولوا لي احلفي على مصحف. قلت لهم ماشي احلف بس برضه هم مش مصدقيني انا اعمل ايه. دي مشكلة واحدة معانا كانت بعتها لي وقايله لي بالله عليك انا مش لاقيه حل. فانا بصراحه مش عارفه افيدها. يعني انا بصراحه هي محطوطه في موقف لا تحسد عليه فمش عارفه بصراحه ان انا افيدها فقلت انزلها لكم يمكن تفيدوها. انا يعني مثلا مش عارفه يعني انا بقول مثلا عشان خوفك ده وانك عامله لها الف حساب وخايفه تطلقي بحجه انك ملكيش اهل وهي عملت فيكي كده ويعني انتي مش محتاجة حد ياخد لك حقك خديه لنفسك وما تبقيش ضعيفة الشخصية. بصراحة انا مش عارفة افيدها ومش عارفة اقول لها ايه او يعني بصراحة ربنا يصبرها على اللي هي فيه. بس انا عايزة اقول لها حاجة واعتب عليها. انتي لما الاقي حماتك جافة معاكي اكيد مش من اول مرة. يعني اكيد في حاجة حصلت. في سوء تفاهم حصل. مش هتبقى جافة معاكي كده من باب للطاق. يعني مفيش حد هيبقى رايح عند حد متهيألي. وبصوا انا برضو مش شايفة الصورة كاملة فبقول ممكن يعني كل فعل له رد فعل. فمثلا انت اعتبريها ما فيش اي حاجة خالص ما فيش اي حاجة مثلا حصلت بس انت لاقية معاملة جافة او لاقية مش لاقية يعني قبول منها فخلاص ما تروحيش. يعني حاولي ما تخلقيش لنفسك وش ومشاكل وما تخلقيش لنفسك ما تعمليش لنفسك مواضيع مع جوزك لان جوزك برضو في موقف وحش. يعني في موقف محير ما بينك وما بين مامته. فمهما كان دي مامته. يعني مش هينفع يقاطعها مش هينفع يزعل ولو زعل هيزعل وقت معين. وهي لو مش بتحبك مثلا او يعني في سنة مثلا يعني غشاوة كده على قلبها من ناحيتك فالغشاوة دي هتزيد اكتر والكره ده هيزيد اكتر. ان لما ابنها يقف قدامها اي نعم هي غلطانة. واي واحدة ست غلطانة وانا لو في موقفك او في مكانك انا مش عارفة ان كان رد فعلها هيبقى ايه. بس يمكن دايما اللي بره الدايرة بيفكر بطريقة أوسع شوية أو بطريقة أحسن شوية من اللي في الدايرة نفسها. اللي في الدايرة أو اللي محطوط في الموقف ده
بيبقى شايف الموقف من نقطة معينة زي ما انت شايفاه، ان انت ازاي تبرري موقفك، ان انت مثلا ما ازاي مش يعني انت مش شتمتهاش ولا عملتي معاها حاجة وشايلاها على كفوف الراحة زي ما انت بتقولي، وان هو دوت يعني اساءت ليكي وان معاملتها ليكي ومصدومة اكتر من الموقف اللي حصل قدام الناس، والناس كلها طبعا واقفة في صفها او مش عايزة. يعني هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، هي دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. هم قريبين ليها، عمرهم ما هينصفوك انت عليها، او بمعنى اصح هم لو غلطوها وهم شايفين ان هي غلطانة وحسسوها بغلطها ده، فطبعا مش هينفع برضو ان هم يجوا عليها مهما كان هي ام وست كبيرة وحما. اه اي نعم هي غلطانة، بس مش هينفع يعني يعني في مثل عندنا بيقول ايه، النصيحة في وسط الملأ فضيحة. فهماني؟ ممكن يكونوا جم عليها، يكونوا زعقوا معاها، بس لازم يعملوا معاكي كده. هو مش صح وانا عذراكي ومعاكي، بس يعني لازم تعدي الموقف. عارفة هي لو كان حد مثلا يعني سلفتك، اخت جوزك، قريبة جوزك، كنت اقولك لا لازم واقفة وجوزك ياخد لك حقك، لان انتوا زيكم زي بعض. او لو اخت جوزك وسنها قريب ليكي، او هي مهما كانت تبقى اسمها اخت جوزك لكن دي حماتك، يعني في مقام والدتك برضو، عشان خاطر جوزك هتعدي هتتنازلي. وعايزة اقولك على حاجة، انت خايفة ان هو يطلقك، هو لو بيحبك وشريكي مهما كان ومهما يحصل عشان خاطر ابنك عمره ما هيجي عليكي. حتى هو لو مامته او هو واقف في موقف مش حلو، فهو يعني هيحاول ان هو يلطف الجو ويجي يراضيكي بكلمتين. متهيألي ان انتي هتتراضي بأقل حاجة خالص. انتي بس يعني اهدي وكأن مفيش اي حاجة حصلت، واعتبريها ان هي والدتك. في حاجة بتقول يعني او مثل بيقول مش عارفة ده ايه، اللي بيقدر ما بيتعبش. انت لو قدرتيها كأنها والدتك، حتى لو والدتك وعملت معاكي كده هتزعلي وهتاخدي موقف. وما بقولكيش ما تزعليش وما تاخديش موقف، تزعلي وخدي موقف وخلاص، وهدي الدنيا وما تقفيش لجوزك مثلا يعني ان هي ازاي عملت معاكي كده. انت خلاص موقف وطلعي منه بقى بفايدة، اتعلمي منه. يعني دايما خلي المواقف اللي تعدي عليكي تتعلمي منها، تاخدي منها خبرة، تاخدي منها نصايح ان انتي لا، ان انا مش هعمل الغلط ده تاني. حتى هو لو كان صح، لا انا مش هعمله. مش هروح عند حد انا مش مرغوب فيا في هناك في المكان ده، حتى لو كان الحد ده امي. يعني لو كان الحد ده ما اقولك لا ابعد الحدود، اهو امي، انا مش هروح المكان ده. مكان انا مش مرغوب فيه انا ما اروحوش وما اخشوش. انا عملت مرة واتنين وقدمت السبت والحد، بس الزعل ده هيجي على حساب بيتي وجوزي وابني ونفسيتي وطبعا العيشة لما يبقى فيها وش مش هيبقى فيها بركة، مش هيبقى فيها ارتياح. اهم حاجة الراحة النفسية. فانتي يعني ده اللي انا اقدر اقوله لك. وبرضه شوفي رأي الناس في الكومنتات، تابعي الناس في الكومنتات، يمكن حد يفيدك بحاجة او بنصيحة. بس اسمعي كلامي، كل اللي هيقعد يقولك لا ازاي وروحي واتطلقي، سيبك من كل الكلام ده. اصل انت لو مشيتي هترجعي بيتك تاني.